الزمالك وارتباطه بكلمة بليلة. اه القصة بدايتها ازاي؟ بقول لحضرتك انا كنت يعني رئيس تحرير المجله، مجلة النادي الزمالك. مجله نادي الزمالك. فعملنا الصفحه الاولى كانت بتبقى كلها عناوين، والعناوين بتنزل يعني بتكبر، بيكبر البونت يفضل لغايه كده، لغايه ما يبقى فيه على الغلاف، اخر حاجه على الغلاف. فكان اخر سطر في العناوين: رئيس الزمالك يمنع البليله داخل النادي، بيع البليله داخل النادي. 7 كلمات بالظبط، هم رئيس الزمالك يمنع بيع البليله داخل النادي. لقيت مصر كلها بتكلمني: يا استاذ علي ده عنوان، ده ينفع بتاع مش عارف ايه وعنوان ايه. قالوا لي حد يكتب البليله.